اكيد في يوم من الايام صحيت من النوم عادي جدا، بتمسك الموبايل بتاعك، دخلت على الفيسبوك، لقيت فيه خبر وفاة شخص مات عن عمر ينازل 85 سنة مثلا. واكيد برضو قلت ياه، هو كان لسه عايش، ربنا يرحمه. لكن ايه رأيك لو قلتلك ان في وقت من الاوقات كان في ناس بتقال عليهم انهم عاشوا بال300 وال500 وحتى ال900 سنة؟ هل ده كان حقيقي؟ وهل الإنسان القديم فعلا كان بيعيش أكتر من الإنسان اللي عايش النهاردة؟ ولا إحنا مجرد بنصدق حكايات اتقالت عبر مئات وآلاف السنين؟ الأغرب من كده إنك هتلاقي ناس بتقول إن سبب قصر أعمار البشر النهاردة هو إن العالم نفسه اتغير، وإن حدث ضخم جدا وقع على الأرض في الماضي غير حياة الإنسان للأبد. حدث بيعتقد البعض إنه مش بس غرق الأرض بالمية، لكنه كمان غير المناخ والبيئة وحتى متوسط أعمار البشر. الحدث ده هو طوفان نوح عليه السلام. لكن الكلام ده صحيح؟ وهل في دليل إن البشر زمان كانوا بيعيشوا أكتر فعلا؟ ولو كانوا بيعيشوا أكتر، إيه الأسباب؟ وهل كان الأكل فعلا أنظف؟ ولا كانت البيئة أفضل؟ ولا كانت أجسامهم مختلفة عن أجسامنا؟ ولا الحقيقة صدمة ومختلفة تماما عن اللي أغلبنا متخيل؟ في الدقايق الجاية هنسافر آلاف السنين للماضي، وهنقارن بين الروايات التاريخية والدينية وبين ما توصل له العلم الحديث عشان نعرف إجابة سؤال محير ملايين البشر: هل الناس زمان كانوا فعلا بتعيش أكتر من دلوقتي؟ بس قبل ما نخش في الفيديو ونتعمق في الموضوع، ياريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لأخواتنا المستضعفين في كل مكان بالفرج القريب إن شاء الله. ونخش في الفيديو على طول. أول حاجة لازم نعرفها إن كلمة زمان كلمة واسعة جدا، لأن في فرق بين إنك تتكلم عن إنسان عاش 200 سنة أو 2000 سنة أو 5000 سنة. لكن الغريب إن معظم الناس لما بتسأل السؤال ده بتكون مقتنعة بإجابة جاهزة: أكيد زمان كانوا بيعيشوا أكتر. واحد فالحوصة يطلع يقولك الجملة دي، وتيجي تقوله طب السبب إيه يا فندم؟ يقولك سبب إيه؟ تقول له سبب اقتناعك بالكلام اللي انت بتقوله ده. يقول لك والله سبب اقتناعي بالكلام اللي انا بقوله ده هو اننا بنسمع دايما قصص عن اجدادنا عاشوا فوق ال100 سنة، او بنقرأ عن شخصيات تاريخية قبل كده انها عاشت مئات السنين. لكن هل ده معناه ان متوسط عمر البشر كان اعلى؟ الحقيقة ان الاجابة اعقد بكتير مما تتخيل. لو رجعنا بالزمن لآلاف السنين لورا هنكتشف حاجة غريبة جدا: الإنسان القديم كان بيواجه معارك يومية من أجل البقاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان القديم كان بيواجه معارك يومية من أجل البقاء. إيه لا، أنت لسه قايل دي؟ أنا سألتك معناها إيه؟ صح، معناها إن مفيش مستشفيات، مفيش مضادات حيوية، مفيش لقاحات، مفيش عمليات جراحية حديثة. حتى جرح صغير ممكن يتحول لعدوى وتنهي حياة إنسان كامل. هكمل. وسنة بسيطة ممكن يتسوس، وكان ممكن يسبب التهابات خطيرة تؤدي للموت. لكن هنا بيظهر سؤال مهم أكيد أنت فكرت فيه: لو المصحف لو شفته، ليه الناس كتير مقتنعة إن البشر زمان كانوا بيعيشوا أكتر؟ السبب الأول هو إننا أغلبنا بنخلط بين حاجتين مختلفتين تماما عن بعض: هو متوسط العمر وأقصى عمر ممكن يوصله الإنسان. زمان كان في عدد ضخم من الأطفال بيموتوا قبل ما يكملوا ال5 سنين. طب وده كان ازاي يا حاج؟ أقول لك، كانت الأوبئة بتحصد آلاف الأشخاص دفعة واحدة. برضه بيحصل ازاي يا حاج؟ بقول لك ده بيخفض متوسط الأعمار بشكل كبير. يا عم بقول لك ازاي ده؟ أقول لك يا عم استنى. الشخص اللي بينجو من الأمراض والمجاعات والحروب كان أحيانا يعيش لعمر كبير نسبيا. يا رب ارحمني بقى. ومن هنا بدأت تتكون الصورة الذهنية إن الجميع كان بيعيش أعمار طويلة. هتيجي تقولي بيموتوا ليه؟ وأنا قلت لك من شوية جرح بسيط ممكن يؤدي لوفاة، سنة تسوس ممكن. أنت مش مركز على فكرة، أنت مش مركز. لو نظرنا للروايات الدينية والتاريخية هنلاقي ذكر لأعمار تبدو بالنسبة لنا النهاردة شبه مستحيلة. ومن أشهر الأمثلة دي سيدنا نوح عليه السلام. القرآن الكريم يذكر انه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وده رقم يفتح باب ضخم من التساؤلات: هل كان البشر في تلك الفترة
بيعيشوا فعلا أعمار أطول من البشر الحاليين؟ وهل كانت طبيعة الحياة مختلفة بصورة لا نستطيع تخيلها اليوم؟ وهنا تبدأ إحدى أكتر النظريات إثارة للجدل. نظرية بتقول إن الأرض قبل الطوفان لم تكن كما نعرفها اليوم، وإن الظروف البيئية نفسها ربما كانت مختلفة بشكل جذري. البعض بيتكلم عن غلاف جو مختلف، والبعض بيتحدث عن نسب أكسجين أعلى، وناس تانية بيربطوا الأمر بانخفاض الإشعاعات الضارة. لكن المشكلة إن معظم هذه الأفكار مش عليها أدلة علمية قاطعة حتى الآن، هي مجرد فرضيات بيحاولوا يفسروا مسألة الأعمار الطويلة من خلالها. أما العلم الحديث فليه تفسير تاني. العلم بيقول إن العمر لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل على مزيج معقد من الجينات والغذاء والبيئة ونمط الحياة والرعاية الصحية. يا عم استنى، انت رايح فين؟ انت كده اخدني وماشي. بص هقولك على حاجة. استنى شوية. قبل ما نقول الناس زمان كانت عايشة احسن مننا، لازم نبص على حياتنا النهاردة. انت دلوقتي ممكن تدخل على الابليكيشن اللطيف بتاعك وتطلب اكل ديليفري، ممكن تقعد بالساعات على الكنبة من غير ما تتحرك، ممكن تنام الفجر كل يوم وتصحى الظهر. طب يا سيدي شكرا كفايه. وممكن تقضي يوم كامل قدام شاشة الموبايل او الكمبيوتر. كل الحاجات دي تقريبا ما كانتش موجودة بالشكل ده زمان. ما كانتش موجودة اصلا خالص. زمان الراجل كان بيصحى من الفجر يشتغل يتحرك طول اليوم. الست كانت بتتحرك في البيت وفي شغل البيت بشكل مستمر. الأكل كان بيتعمل في البيت، مفيش أكل مصنع مليان مواد حافظة، مفيش مشروبات غازية كل يوم، مفيش وجبات سريعة بالشكل المرعب اللي بنشوفه دلوقتي. علشان كده بعض العلماء بيشوفوا إن الإنسان الحديث كسب معركة الأمراض المعدية، لكنه بدأ يخسر معركة تانية أخطر بكتير، وهي معركة أمراض العصر: السكر، الضغط، السمنة البلدية. اسكت بقى، اسكت لو سمحت. الجلطات وأمراض كتير بقت مرتبطة بطريقة حياتنا أكتر من أي حاجة تانية. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا: لو الأكل والحركة ونظام الحياة زمان كانوا أحسن، ليه الناس النهاردة عايشة أكتر؟ يعني مش عايشة أكتر كسن، لأ، إحنا كتير يعني. 12 ونص. والإجابة ببساطة هو الطب. تخيل إن التهاب بسيط في الرئة من 200 سنة كان ممكن يقتلك، جرح صغير في إيدك كان ممكن يعمل تسمم في الدم. حتى الولادة نفسها كانت خطر كبير جدا على الأم والطفل. أما النهاردة في مضادات حيوية، في عمليات جراحية، في أجهزة تشخيص، في لقاحات بتحمي ملايين البشر. عشان كده متوسط العمر زاد بشكل كبير. لكن خليك فاهم في نقطة غريبة جدا لازم تكون فاهمها: رغم كل التقدم ده، بعض الباحثين بيقولوا إن الإنسان لسه تقريبا عنده نفس الحد الأقصى للعمر من زمان. يعني في فرق بين متوسط العمر وأقصى عمر. متوسط العمر زاد فعلا، لكن مفيش دليل قوي إن جسم الإنسان يقدر يعيش 200 و 300 سنة. وده يرجعنا لأول سؤال. زمان وانت صغير في أول الفيديو سألنا سؤال: هل فعلا كان في زمن البشر فيه كانوا بيعيشوا مئات السنين، ولا دي كانت فترات استثنائية مرتبطة بظروف معينة احنا ما نعرفهاش، ولا يمكن تكون حكمة إلهية مخصوصة لأقوام وأزمنة معينة؟ الحقيقة إن محدش يقدر يجاوب الإجابة دي بشكل قاطع، لكن اللي نقدر نقوله بثقة إن أكبر خطر على عمر الإنسان النهاردة مش نقص التكنولوجيا. بالعكس، أحيانا أكبر خطر بيكون أسلوب حياتنا نفسه: الأكل اللي بناكله، عدد الساعات النوم، الحركة، التوتر، والعادات اليومية اللي بنكررها كل يوم من غير ما نحس. ويمكن المفارقة العجيبة هنا إن الإنسان قضى آلاف السنين بيحاول يطول عمره، ولما نجح أخيرا بدأ بنفسه يعمل حاجة ممكن تأثره من جديد. طب أنا دلوقتي عندي سؤال محير جدا وعاوز أسألك فيه، بس أنا اسأل، ما تخافش، اسأل. لو الطب هو السبب الرئيسي في إن الناس بقت تعيش أكتر، ليه بنسمع كل يوم عن أمراض جديدة؟ هقول لك سؤالك جميل جدا، بس انا قبل ما اجاوبك هيطلع واحد تاني كده يقول لي ايه، انا عايز اسال انا كمان. يا عم اسال. هيقول لي: ليه رغم ان عندنا مستشفيات وادويه اكتر من اي وقت فات، ما زلنا بنشوف ملايين الناس بتموت بسبب امراض القلب والسرطان والسكر؟ انت قلت نفس السؤال بتاع زميلك، بس ايه، بشكل مختلف. بس هجاوب. الاجابه ان جسم الانسان اتصمم للحركه مش للجلوس. اتصمم انه يبذل مجهود عشان يحصل على الاكل. زمان الانسان كان ممكن يمشي كيلومترات كل يوم من غير ما يحس،
دلوقتي في واحد ممكن يفضل نايم في السرير 3 4 5 6 8 9 سنين، ولو هو مشى مثلا من هنا للصالة او راح يطلب او مثلا راح الحمام ورجع، او ابسط الامور عشان نكون واقعيين اكتر، لو حد طلع السلم الدور التاني دخل بيته بيخش ينام علشان هو تعب ولازم ناس تجيب مراوح وتهوى عليه. كمان الاكل نفسه اتغير. فاكر جدك وجدتك كانوا بياكلوا ايه؟ فاكر؟ مش فاكر ولا انا؟ انما دلوقتي بقى في اكل مصنع وسكريات بكميه ضخمه ومشروبات مليانه سعرات. عشان كده بعض الباحثين شايفين ان المشكله مش ان الانسان يعيش اقل، المشكله انه بقى بيعيش اكبر من عمره وهو بيعاني من امراض مزمنه. يعني ممكن تعيش 80 سنه لكن اخر 20 سنه منهم تكون مليانه ادويه ومشاكل صحيه. لان ايه فايده انك تعيش 90 سنه لو صحتك تعبانه اغلب الوقت؟ وعشان كده بدأ ناس كتير تدور على أسرار المناطق اللي فيها معمرين حول العالم. بص أقولك على حاجة، في أماكن معمرة لدرجة إنك تلاقي واحد عنده 95 أنت بتهزر؟ والله 95 سنة ولسه بينزل يشتغل. بينزل أنت لا بتهزر. ينزل فين يا عم؟ صلى على النبي. بقولك ينزل يشتغل بشكل طبيعي. أنت هتسيبنا نكمل بقى ولا نفضل بقى نرد على بعض؟ من أشهر الأماكن دي هي أوكيناوا. وبص ما تستغربش الكلام اللي اقوله لك دلوقتي عشان انا نفسي مستغرب. وسردينيا وإيكاريا. لما العلماء درسوا الناس دي لقوا بينهم حاجة مشتركة، بيتحركوا كتير، اكلهم بسيط وطبيعي، عندهم علاقات اجتماعية قوية، ضغطهم النفسي اقل، بيناموا بشكل افضل. مفيش عشبة معينة خدها هتبقى معمر هتعيش قرن ونص. مفيش الكلام ده. مفيش دواء بيخليك تعيش 150 سنة. مفيش كلام يا باشا. بص، هي عادات يومية بسيطة لكن تأثيرها بيتراكم سنة ورا سنة. عشان كده يمكن السؤال الحقيقي هنا مش هو ليه الناس زمان كانت بتعيش أكتر، لكن السؤال اللي ينفع تسأله يا محترم هو إحنا ليه بنعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي جسمنا متعود عليها من آلاف السنين. ويمكن تكون المفاجأة إن جزء من الإجابة موجود قدامك دلوقتي. وفي الآخر بعد ما لفينا بين التاريخ والعلم وبين القصص القديمة والدراسات الحديثة اكتشفنا ان السؤال اصلا مش سهل زي ما كنا فاكرين. هل الناس زمان كانت بتعيش اكتر؟ في حالات وروايات بتقول كده، لكن اللي نعرفه بقينا ان متوسط عمر الانسان النهاردة اكبر من اي وقت فات تقريبا. يمكن زمان الناس كانت بتموت بدري بسبب امراض والحروب، لكن النهاردة ناس كتير بتموت ببطيء بسبب العادات اليومية السيئة. وفي النهاية ممكن تكون أهم حاجة اتعلمناها النهاردة من الرحلة دي إن العمر مش مجرد رقم. اكتب لي رأيك في الكومنت. هل شايف إن الناس زمان كانت عايشة أحسن مننا فعلا، ولا إحنا بنبص للماضي بنضارة الحنين؟ متنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهات جديدة. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.